بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. هنعمل معاكم الجمال اللي قدامكم ده، خبز البريوش او خبز البرجر او الكايزر. هنعمله بأسهل طريقة، والسر في محسن الخبز اللي هنعمله معاكم في البيت. هو عبارة عن معلقتين من الدقيق، تمام، ومعلقتين من الحليب ومعلقتين من المية، مش اكتر من كده. هنقلبهم مع البرد وبعد كده نرفعهم على النار، على نار متوسطة، تقليب مستمر لغاية ما تتكون معانا عجينة. هي دي العجينة السحرية اللي بيستخدمها اصحاب المخابز، بتطلع معاكم الخبز بتاعكم زي الاسفنجة بالظبط. وده اللي بيستخدمها كمان اليابانيين في صنع الخبز بتاعهم. هتشوفوا دلوقتي هتطلع معانا الكايزر بتاعنا او خبز البريوش باحسن نتيجة. شوفوا لمت معايا ازاي اهو، تقلب كده لغاية ما تتكون كرة او عجينة معايا. هنسيبها تبرد، ومعانا هنا نص كوباية من الحليب، معاها معلقتين ونص من السكر، معاها معلقة كبيرة خميرة فورية. هنقلبه ونسيبها على جنب عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا نشطة. معانا كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدام، بالكوباية المعيارية 250 مللي بيضة بدرجة حرارة الغرفة، تمام. 3 معالق كبار من الزبدة، نص معلقة صغيرة من الملح، والعجينة اللي احنا عاملينها. وهنبتدي نعجن وهنحط كمان الخميرة، احنا اتأكدنا ان هي عملت فقاقيع يبقى شغالة. واحط معاكم نص معلقة الملح دلوقتي. وتعجني بقى، السر كله في العجين. كمان اعجني كويس، اخدمي العجينة بتاعتك هتديكي احسن نتيجة. اعجني فيها مدة لا تقل عن 10 دقايق، عجن مستمر، تمام. اخدمي العجينة عشان تربي فيها عرق كده وتديكي احسن نتيجة، تمام. يلا حبيبتي اذكري الله وقولي لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. شايفين العجينه هتبات مفتته معانا؟ ما تقلقيش، استمر بس في العجن. انا خدتها هنا على الرخام عشان اعرف اعجنها كويس. شايفين باخد وبدي معايا كده لغايه ما تنعم معايا وتدينا عجينه ناعمه بالشكل ده. في البوله بقى اللي انا عاجنه فيها او اي بوله عندك، اديناها مسحه زيت وغطي عليها تخمر معاكي. ممكن تاخد معاكي من ساعتين لساعه لساعه ونص حسب الجو. هي خدت معايا ساعتين لان انا في الشتاء. اديتها البوكس بتاعنا كده المطلوب نهبط انا التخمير. انت ليه هتساليني انت بتهبطي التخمير؟ عشان لو انت خبزتيها بالخمر بتاعها كده او قرصتيها بالخمر بتاعها، مش هيبقى فيها البابه من جوه، وهتبقى عباره عن جوه عن هوا، ومش هتبقى كويسه معاكي خالص خالص. هنكورها كوره كده قد البيضه، تمام كده، بحجم البيضه كده. انا بعمل القفلات ديت عشان تقفل معانا كويس، هنغطيها عشان ما تنشفش. وتعالي بقولك عن سر التشكيل بتاعها. جميل جدا وسهله واي حد يعملها. تبططيها كده نص تبطيطه، تاخدي كل كوره وتبططيها نص تبطيطه، ما تبططهاش تبطيطه كامله. ومعانا هنا معلقه زبده على زيت، وندهن بين كل واحده والتانيه ونحطهم فوق بعض، تمام كده اهو. زي ما انت شايفه نص تبطيطه، ما بفردهاش قوي. وادهن بين كل واحده والتانيه مسحه زبده على زيت، تمام. ال14 كوره عملوا لي 7 برجر اهو. زي ما انت شايفه كل اتنين مع بعض هغطي عليهم بقى واسيبهم لما يتضاعف حجمهم، تمام. اهو انتوا شايفين اتضاعف حجمهم وبقوا جمال. وخمرهم خدوا معايا حوالي 45 دقيقه. هنا المولعه الفرن على درجه حراره 200 ومنزله الشبكه على الصاجه، تمام. وادهنها بقى بنص معلقه حليب على معلقه قهوه سريعه الذوبان. ودهني بالراحه كده، ما تضغطيش قوي عشان ما تضيعش الخمر. ممكن تدهنيها صفار بيضه، ممكن تدهنيها بميه، ممكن تدهنيها بحليب بس، ممكن تدهنيها زي ما قلت لك ببخه ميه. والميه كمان بتحمر وشها وبتديك نتيجه كويسه. زي ما انت شايفه هندهن وشها كده بالراحه عشان ما تضيعش الخمر. وهنرش على وشها سمسم. في الوقت ده زي ما قلت لك انا مولعه الفرن على درجه حراره 200 فوق وتحت، تمام. ومحميه الفرن. وهنزل الشبكه على الصاجه من تحت، واحط البريوش بتاعي. مش هياخد اكتر من ربع ساعه وهيكون طالع. لو الفرن بتاعك بيولع من تحت لوحده فوق لوحده، ولعي تحت 10 دقايق وبعد كده حمري الوش. مش هياخد معاكي غير ربع ساعه بالظبط وهيكون جميل معاكي. اول ما ياخد اللون من تحت يطفي تحت وولعي فوق. لو بيولع فوق وتحت مع بعضه، ولعي الاتنين مع بعض ودخليه على درجه حراره 200. هنا الجمال كان طلع. شايفين قد ايه جميل؟ هنا ممكن تديله بخه ميه، عندك بخاخه كده نظيفه حاطه فيها ميه تبخيه وتغطيه. انما انا هنا طلعته كان عندي زبده، دهنته بمعلقه زبده بتديله نكهه كده. كانت الريحه قلب الشقه، تحفه وطعمه كان رهيب. جربيه بطريقتي مش هتندمي وهتدعي لي باذن الله. يلا حبيبتي، لو وصلت لغايه هنا من الفيديو حط لايك واعملي اشتراك في القناه عشان يوصلك اي حاجه جديده انا بعملها، تمام كده. هغطي عليه بقى يطرى، تمام. وبعد كده احشي باي حشوات انت تحبيها. ممكن تحشي برجر، تحشي شاورما، تحشي نوتيلا، تحشي اي حاجه. هو ماشي معاكي في اي حاجه. خبز قطني جميل جدا 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 ونتيجته روعه
مع السلامة.